بتهيالي طبق الجلاش ده ما يقاومش على سفرة رمضان. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيطلع مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه. انجح طريقة على الاطلاق، عملته معاكم قبل كده بحشوات كتير جدا. المرة دي بحشوة سهلة وبسيطة جدا، وبإذن الله تكون متوفرة عندكم. هقولك ازاي تكاته وحركاته ويطلع معاكي ناجح جدا بجد يجنن. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما ابدأ، لو لسه مشتركتيش في القناة اتمنى تنزلي حالا وتشتركي وتفعلي جرس التنبيهات. هحتاج لفة جلاش كاملة، تمام. واحاول اختار صينية مقاسها مقارب جدا للفة الجلاش بتاعتي. هدهنها كويس جدا بالزبدة بالشكل ده، وابتدي اخد ورقتين ورقتين زي ما انتوا شايفين كده. لو حسيتي انها زيادة شوية بتتنيها بالطريقة دي من الجنبين، تمام. وهدهن برضو الزبدة بالشكل ده كل طبقتين، بلاش كل طبقة عشان ما تكونش دسمة قوي معاكم. هخلص بقى نص كمية الجلاش بتاعتي بنفس الطريقة، وبين كل طبقتين وطبقتين هنحط برضو دهنة من الزبدة، ودي مهمة جدا عشان تورق لنا الجلاش بتاعنا. الحشوة بقى سهلة وبسيطة جدا. حطيت فلفل الوان، وحطيت كمان بقدونس، وحطيت زيتون شرايح اخضر واسود، وحطيت كمان جبنة موتزاريلا. حابة تضيفي اي حاجة ساعات بعملها كمان بحط عليها بسطرمة او سجق زي اللي انتوا بتفضلوه. هخلص بقى برضو الطبقات الباقية من الجلاش بنفس الطريقة. بس لو انتوا تنيتوا بقى المره اللي فاتت على الناحيه دي، تتنوا المره الجايه على الناحيه التانية، تمام، عشان ما تبقاش ناحيه عاليه وناحيه واطيه، يبقى الجزء متساوي كده خالص. وبرده هندهن بالدهن او الماده الدهنيه بتاعتنا بالشكل ده. اخر طبقه بقى بنتنيها لتحت مش لفوق، تمام كده. ونظبطها كده في الصينيه علشان تبقى شكلها لطيف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ما اخدتش وقت ولا مجهود خالص معانا، تمام كده. هبتدي بقى ان انا اقطعها التقطيعه اللي انا عايزاها، يعني المقاس اللي انا بفضله هتقطعيها بيه، تمام كده. والخطوه دي مهمه جدا طبعا. انا مسخنه الفرن بتاعي بقى على درجه حراره 200 في المرحله دي، تمام كده. هندهنها برضو من على الوش بالسمنه او الزبده، ودي مهمه جدا. شايفين الموضوع سهل وبسيط جدا ازاي يا جماعه؟ هحتاج بقى بيضايه، واحدة كمان رشة صغيرة جدا من الفلفل الاسود، وهضربها كويس جدا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة قوي على فكرة. واحدة كمان كوباية من الحليب، هضربهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وابتدي ان انا اسقي الجلاش بتاعي. بس انا ما سقيتوش على طول على فكره، حطيت الصينيه بتاعتي قبل ما اسقيها 10 دقايق في الفرن الاول، وبعد كده يعني تكون سخنت تماما، وبعد كده بطلعها بسقيها. ودي خطوه بقى او تركايه مهمه جدا بتخليه مقرمش اخر حاجه خطير. هبتدي بقى أنا اول ما بيطلع بالشكل ده وياخد اللون الذهبي التحفه ده، بفكه من بعضه بالشكل ده بالسكينه، بعيد على التقطيع اللي انا قطعته. ألذ بقى جلاش ممكن تجربوه، سهل وبسيط جدا، وبجد حكاية من أنجح الوصفات اللي ممكن فعلا تعملوها على أي عزومة. خطير، هيشرفك جدا في أي عزومة. طعمه لذيذ وحلو قوي، والحشوة تقدري تلعبي فيها براحتك. تقدري تعمليها لحمة مفرومة، وتقدري تعمليها سجق أو سوسيس أو بسطرمة أو مشكل جبن اللي انتي بتفضليه، أو خضار وجبن زي ما أنا عملت كده. سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله يطلع معاكي ناجح قوي. جربوها وبإذن الله يعجبكم قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم. مستنيه ان شاء الله رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. ولو الوصفه عجبتك جربيها وبعتها لي على جروب التطبيقات. باي باي.